اوكي؟ لا، ليه كده بيبقى متوتر لحد هيطبطب عليه، انما لما تبقى عارف ان محدش هيقول لك مالك تبكي ليه؟ أهلا بيك ويا رب تكون بخير. كلنا لما بنفتح التلفزيون بعد يوم طويل وشاق، سواء في الشغل أو في المدرسة أو في الجامعة، وبتدخل البيت وبتبدأ تشوف هتاكل إيه وتقعد على التلفزيون، ممكن بنسبة 78% تلاقي مسلسل لعبلة كامل. وده ببساطة شديدة إنك لما بتتفرج على مسلسل زي لن أعيش في جلباب أبي، أو فيلم زي الليمبي، أو مسلسل حديث الصباح والمساء، أو ريا وسكينة، أو فيلم خالتي فرنسا، فأنت ممكن لما يخلص تتفرج عليه تاني وتالت ورابع. ولو في نهائي أبطال أوروبا شغال على التلفزيون وآخر حلقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي وخلاص عبد الوهاب هينزل يشتغل في الوكالة مع أبوه الحاج عبد الغفور البرعي وهيعيش في جلباب أبوه، في اللحظة دي ممكن تختار إنك تشوف آخر حلقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بس ده في حالة واحدة، إن والدتك تكون بتتفرج معاك على التلفزيون. المهم في كل المسلسلات والأفلام اللي قلنا عليها دي، واللي كلها أعمال حققت نجاحات كبيرة وقت عرضها، بس فيها عامل مشترك واحد، وهو الفنانة الكبيرة عبلة كامل. أين اختفت عبلة كامل؟ لا، أنا بسألك أنت، أنا هقولك، بس ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. ويلا نكمل الفيديو علشان أقولك ليه عبلة كامل ما بتظهرش واختفت فين. رغم المشوار الفني الطويل والمميز اللي قدمته عبلة كامل طوال رحلتها، إلا إنها كانت دايما بتفضل تبعد عن الأضواء، ونادرا ما كانت تتكلم عن حياتها الشخصية والفنية في اللقاءات التلفزيونية والصحفية القليلة اللي عملتها، وده خلى ناس كتير يدوروا عليها. علشان كده هنستعرض معاكم أبرز اعترافات عبلة كامل في لقاءاتها النادرة. عبلة كامل أكدت في حوار قديم ليها إنها ما بتحبش فترة الغروب، وقالت أنا بقفل الشبابيك والأبواب علشان الفترة دي تبقى مش موجودة، ولو كنت بره بيتي يا إما برجع قبل الغروب بفترة أو بعده بفترة معقولة علشان أتجنب أكون في الطريق وقت الغروب. مش لاقية تفسير أو مبرر لكل اللي بعمله ده. وبالنسبة للطقوس اللي بتعملها لما بتتعرض لمشاكل، قالت لما أكون في حالة نفسية وحشة بهرب بالنوم، وده حال كتير من الناس، وما بعملش صداقات جديدة. صداقاتي تكونت على مدار سنوات عمري الصغيرة، وكتير منها بدأ من الطفولة. لازم تكون في حاجات مشتركة بيني وبين صحباتي علشان العلاقة تستمر وتدوم. وفي حوار تاني مع الإعلامية سلمى الشماع سنة 1986، كان في كواليس تصوير فيلم البنات والمجهول إخراج هشام أبو النصر، ووقت الحوار ده ما كانتش عبلة كامل كملت سنة على انطلاقها الفني. عبلة قالت إنها بتدين بالفضل للمخرج يوسف شاهين، اللي اكتشفها وقدمها بعد ما شافها في مسرحية على مسرح الطليعة وطلبها على طول علشان تشارك في فيلم وداعا بونابرت. ومن بعدها جت الانطلاقة الفنية الكبيرة في مسرحية وجهة نظر مع الفنان محمد صبحي. عبلة كامل بتقول إن طموحها كبير جدا لدرجة إن نفسها تاخد الأوسكار. وزي ما قلنا إن من المعروف عن عبلة كامل إنها مش بتحب الظهور الإعلامي، طوال مشوارها الفني ما عملتش غير لقاء إعلامي واحد أو اتنين على أكثر تقدير، واللي بسببه هقولك على مواقف صعبة بتبين لك قد إيه إصرارها على عدم الظهور. فنانين كتير وكبار كانوا بيحاولوا يقنعوها إنها بس تظهر في برنامج، ومنهم الفنانة إسعاد يونس، واللي قالت الحاجة عبلة مش عايزة تظهر في البرنامج ومطلعة روحي وروح اللي خلفوني لما طلبت منها الظهور في برنامج صاحبة السعادة. كمان الناقد الفني طارق الشناوي في أحد اللقاءات اتكلم عن الندوة اللي أقيمت بنادي الصحفيين بعد النجاح الكبير اللي حققه مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، واللي حضرتها الفنانة عبلة كامل بعد إلحاح الشناوي عليها الحضور. ورغم حضورها إلا إنها ما نطقتش بكلمة واحدة طوال الندوة، وإن نور الشريف هو اللي أجاب على جميع الأسئلة. في آخر حوار صحفي لعبلة كامل كان سنة 1989، اتكلمت فيه عن علاقاتها ببناتها وقالت أحيانا بلاقي بناتي سرحانين وابقى هتجنن، عايز أعرف أحلام اليقظة اللي بتيجي لطفل أقل من 3 سنين. أسأل واحدة منهم أنت سرحانة في إيه؟ تقولي ولا حاجة. أسألها تاني بتفكري في إيه؟ ما تردش. مع إن كتير بيكونوا سرحانين، يا ترى الأطفال بيفكروا في إيه؟ نفسي أعرف.
واتكلمت عن فاطمة بنتها وقالت: فاطمة عنيدة، أقول لها تعالى بوسك تقول لي لأ، أقول لها هديكي شوكولاتة تقول لي لأ برضه، اضطر اكتفها وابوسها تفلت مني وتبقى معركة، وفي النهاية المعركة بتتحسم لصالحي وابوسها غصب عنها. لكن زينب أطيب منها، وفاطمة دايما بتعضها. ولما اتسألت هي ليه بتطلع في أغلب أعمالها من غير مكياج، قالت: أنا مش بحب البودرة ولا بحب المكياج، ليه هلوث وشي؟ كفاية الدنيا مليانة تراب والجو ملوث لوحده. عبلة كامل قالت في خلال الحوار إن هي عندها فوبيا من الأدوات الكهربائية والأدوار العالية، وقالت: دايما لما بفتح التلفزيون أو الغسالة بجيب حد يشغلهم لي. واتكلمت عبلة كامل عن زوجها السابق الفنان أحمد كمال، واللي وصفته إنه هو أكثر موهبة منها قبل ما ينفصلوا، وقالت: زوجي أحمد كمال موهوب أكتر مني، والله والله مش مجاملة، مش أحمد كمال بس، في شباب موهوبين كتير، الموهبة ملهاش علاقة بالشهرة، ودي حقيقة بقت معروفة، وقالوا فيها كلام كتير لدرجة بقت محفوظة، وأنا مش عايز أكرر كلام. وهو مش بيغير مني رغم إن أنا اللي سبقت في مشوار الفني، أنا أصلا بدأت التمثيل بعد ما اتجوزت أحمد كمال، ولسه بمثل علشان هو جوزي. النجمة المصرية عبلة كامل لسه قادرة تجذب اهتمام الجمهور رغم ابتعادها عن الظهور في الأعمال الفنية والبرامج. الناس سواء جمهورها أو زملائها في المجال بيحاولوا يعرفوا أسرار حياتها في الفترة الأخيرة بسبب الجدل حوالين أسباب ابتعادها عن التمثيل والظهور، وكمان بسبب ما يتردد عن اعتزالها التمثيل. قصة اعتزال النجمة المصرية عبلة كامل للتمثيل شغلت اهتمام الجمهور في السنين الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات بعض المقربين منها إن مفيش اعتزال، وإنها لسه بتدور على شغل كويس تقدمه للجمهور. وفي نفس الوقت أكد البعض التاني إنها اعتزلت وابتعدت تماما عن التمثيل والأضواء. عبلة كامل فضلت محط اهتمام الناس في الفترة الأخيرة بسبب غيابها الغامض عن الساحة، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد مطالبات الجمهور وزملائها الفنانين بتكريمها في المهرجانات الفنية. لكن رغم كل ده مفيش حاجة خلتها تقطع غيابها. المنتج جمال العدل كشف عن أسرار جديدة بخصوص الفنانة عبلة كامل وحياتها البعيدة عن الأضواء، وقال عن عبلة كامل إنها مش هترجع للتمثيل تاني. ممكن نقدر نقول إن هو كده أكد خبر اعتزالها التمثيل بعد فترة من التكهنات والمطالبات بعودتها، لكنه رفض يصف قرارها بالاعتزال، وقال إنه هو قرار بالانسحاب بهدوء تام. جمال العدل بيقول إن اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن بشكل نهائي بالنسبة له هو توقع أقرب للمعلومة، وقال إن هي صديقته وبيعتبرها زي أخته بالظبط. وقال: أنا قابلتها من كام سنة في مقر الشركة واتكلمت معاها، ومن خلال الحديث معاها عرفت إنها مش هترجع للتمثيل تاني، رغم إنها ما قالتش القرار بشكل مباشر. وقال إن عبلة كامل ما صرحتش بأي حاجة عن قرارها أو عن صحتها أو عن أي حاجة تانية تخصها، لكن بعد المقابلة دي ما رجعتش تمثل لحد دلوقتي، وده بيأكد صحة توقعه ومعلوماته. جمال العدل كمان قال إن الفنانة عبلة كامل مش بتتواصل مع حد تليفونيا، وكان دايما صعب الوصول ليها حتى في الفترة اللي كانت بتمثل فيها، وإن طريقة ابتعادها كانت هادئة ونبيلة، خصوصا إنها ما قللتش من فنها ولا هجمت الفنانين أو أي حد تاني. وقال إنها اختارت تشتغل في مسلسلات صعيدية في الفترة الأخيرة زي مسلسل سلسلة دم اللي كان آخر شغل ليها علشان تقدر تظهر بالحجاب، وإنها فنانة خاصة جدا ومفيش حد زيها، يعني مفيش فنانة تانية تشبه عبلة كامل غير عبلة كامل نفسها. الفترة الأخيرة في حياة عبلة كامل كشفت عن شوية أسرار في شخصيتها كان الجمهور مش عارفها قبل كده، وأهمها إنها بتحب تبعد عن الأضواء والتكريمات والظهور بشكل عام. الفنان أشرف زكي كان قال قبل كده إن عبلة كامل طوال حياتها بتبعد عن الاختلاط بالوسط الفني أو الظهور، وبتفضل تنام بدري وما تتكلمش مع حد بعد الساعة 10 بالليل. عبلة كامل رفضت عدة تكريمات في الفترة الأخيرة رغم إن الجمهور والنجوم طالبوا بتكريمها، وكان آخرها حملة عملتها الفنانة منة شلبي علشان تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي. وقبل كده حاول الفنان أشرف زكي إنه يكرمها في مهرجان القاهرة للدراما، لكنه كشف إنه فشل في إقناع عبلة كامل بالظهور، وحاول يقنعها تقبل تكريم خاص في المهرجان، لكن برضه مفيش فايدة. وكمان الفنان يحيى الفخراني حاول إنه يقنعها بالتكريم،
لكن هي اعتذرت ورفضت طلبهم بالظهور في المهرجان رغم إلحاحهم الشديد عليها. لميس الحديدي قالت إن عبلة كامل ممتنة جدا لكل الدعوات دي، وإنها سعيدة إن الناس عايزة تكرمها وبتتشرف بتلقي التكريمات في بلدها، لكن هي مش قادرة تحضر الفعاليات دي لظروف خاصة بيها، وإنها مش بتحب تخرج من البيت كتير. في النهاية تتفق أو تختلف، وعايز تعرف عبلة كامل فين فهي في البيت علشان مش بتحب تخرج منه. ولو فاكر مشهد أو دور للفنانة عبلة كامل اكتبه لنا في التعليقات، وقول لنا تحب نتكلم عن مين في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.